عاجل. ماذا يحدث مع إبراهيم دياز في ريال مدريد؟ تطورات مثيرة قد تغير كل شيء. السلام عليكم أصدقائي، أعود إليكم اليوم بأخبار ساخنة وعاجلة تخص نجمنا المغربي المتألق إبراهيم دياز، في وقت يعيش فيه نادي ريال مدريد فترة حاسمة قد ترسم ملامح الموسم المقبل وربما تغير مستقبل اللاعب بالكامل. التفاصيل التي سأشاركها معكم اليوم ليست عادية، لأنها تمس بشكل مباشر مستقبل دياز داخل النادي الملكي، بل وربما تؤثر أيضا على مستقبله مع المنتخب الوطني المغربي. لنبدأ من المصدر. في الساعات القليلة الماضية فجر الصحفي الإسباني الشهير خوان ماروتا المعروف بمصادر القوية داخل ريال مدريد مفاجأة كبيرة نشرتها صحيفة ديفيس سنترال المقربة جدا من النادي. ماروتا أكد أن ريال مدريد يستعد لصفقة ضخمة تصل إلى حوالي 100 مليون يورو، والأنظار تتوجه نحو فلوريان فيرتس. وهنا بدأت التساؤلات تثار. هل تعني هذه الصفقة أن مكان إبراهيم دياز أصبح مهددا؟ وهل يخرج من حسابات الفريق؟ بحسب نفس المصدر هناك تواصل حالي بين إدارة النادي والمدرب الأقرب لقيادة الفريق في الموسم القادم تشابي ألونسو، وقد طرحت عدة سيناريوهات بخصوص دياز، من بينها الرحيل أو البقاء كخيار احتياطي. لكن المفاجأة الكبرى أن الإدارة والطاقم التقني يتجهان نحو اعتماد دياز كاحتياطي مهم في خطة الموسم المقبل 2025-2026 وليس ضمن الركائز الأساسية. وهنا يجب أن نتوقف، لأن الصحافة الإسبانية مثل راديو ماركا وصحيفة الآتس تؤكد أن ريال مدريد لا يرغب في بيع دياز إلا إذا طلب اللاعب الرحيل بنفسه، لكن في الوقت نفسه لا يراه النادي ضمن خط الهجوم الأساسي. الأمر لا يقف هنا. إدارة النادي بدأت خطة جديدة لإعادة هيكلة الفريق تحت شعار تنظيف غرفة الملابس، وتشمل هذه الخطة أسماء كبيرة مثل رودريغو وربما إبراهيم دياز، واللائحة طويلة، وذلك من أجل تمويل صفقات كبرى يقودها الرئيس فلورنتينو بيريز. وهنا تبرز نقطة حساسة للغاية. كان الجميع يترقب اعتزال النجم الكرواتي لوكا مودريتش ليفتح الباب أمام دياز، لكن العكس تماما حدث. ريال مدريد قرر تجديد عقد مودريتش رغم بلوغه 40. إذن بات دياز أمام خيارين لا ثالث لهما: إما القبول بدور البديل أو اتخاذ قرار جريء بالرحيل والبحث عن فرصة جديدة. وهنا يبرز السؤال الأهم: هل سيغامر دياز ويرحل كما فعل من قبله نجوم مثل أوزيل، دي ماريا وأوديغارد الذين تألقوا بعد مغادرة ريال مدريد، أم سيصبر على الدكة البدلاء وينتظر فرصته بصبر وثبات؟ شاركونا آراءكم بالتعليقات. هل تعتقدون أن مغادرة دياز ستكون أفضل لمسيرته، أم أن عليه البقاء والقتال من أجل مركزه؟ ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس، فالأيام القادمة قد تحمل مفاجآت كبرى، ونحن هنا لموافاتكم بها أولا بأول. إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، أستودعكم الله وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. مع السلامة.